يقول: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترى. لا ترى العيب إلا فيك، يعني حتى إذا رأى المريد السالك عيبا عند أخيه يقول: أخي مرآة، وهذا العيب الذي أراه فيه إنما هو في الحقيقة في أنا. الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مرآة أخيه، فهو مرآة لي، ما رأيته فيه إنما هو في أنا في الحقيقة، أراه الله لي فيه حتى أعود إلى نفسي وأصلح من عيب نفسي. الله. يقول: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا، أي ظهر عند غيرك، بينا يعني واضحا، لكنه استتر فيك أنت. في الحقيقة هذا العيب فيك أنت وليس في أخيك، وإنما أنت رأيته في أخيك. لماذا؟ لأن أخاك مرآة لك، والإنسان إذا نظر في المرآة رأى نفسه. فإذا رأيت عيبا بدا في غيرك فاعلم أن هذا العيب في الحقيقة إنما هو فيك أنت، أراك الله عز وجل إياه في أخيك حتى ترجع إلى نفسك وتصلح من عيبك. ولا ترى العيب إلا فيك، معتقدا يعني على يقين أنه عيبك أنت لا عيب غيرك، بدا أي ظهر بينا يعني واضحا، لكنه استتر في نفسك أنت، فاذهب إلى نفسك وأصلحها. نعم. Jadi wala taral aiba illa fika, janganlah engkau melihat keaiban melainkan ada di dalam diri kamu, dalam hal keadaan kamu beriktikad dengan yakin bahawa itulah keaiban yang nyata, jelas, akan tetapi dia tersembunyi. Dia kata Syekh sekalipun la taral aiba illa fik, berarti sekali itu jangan kita melihat apa jua keaiban melainkan ada di dalam kita, ada pada diri kita, mana pada diri kita. Maksudnya sehingga kan kalau kita melihat keaiban, kesalahan yang dibuat oleh orang lain, sebenarnya saudara kita itu ialah cerminan bagi diri kita. Kalau kita melihat Nabi SAW sebut al-mu'min mir'atu akhihil mu'min, orang mukmin itu ialah cerminan bagi saudaranya yang mukmin. Apabila kita melihat saudara kita melakukan perkara yang tidak baik ataupun berlaku keaiban pada dirinya, maka ketahuilah kita sedang menatap cermin. Bila kita menatap cermin, kita tidak nampak orang lain, kita nampak diri kita sendiri. Maka pada ketika itu kita akan kembali kepada diri kita. Maka sambungannya mu'taqidan, dalam keadaan kita yakin. Kita yakin bahawasanya aiban pada keaiban itu nyata nampak pada orang, sebab kita tengok, sebab dia cermin. Lakinnahu istatara, tapi tersembunyi pada diri kita. Jadi siapa yang punya nampak, maka dia tahu bahawasanya dia melihat cermin, dia nampak pada keaiban yang ada pada diri dia. Jadi itulah maksud katanya Syekh, jangan kita lihat keaiban melainkan di dalam diri kita sendiri. Tengok keaiban orang lain pun nampak keaiban kita, tak nampak pada orang lain. يقول: وحط رأسك واستغفر بلا سبب. حط رأسك دائما، انظر إلى الأرض حياء من الله سبحانه وتعالى، كما وصف الفرزدق سيدي علي زين العابدين، قال: يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، هو يغضي حياء، يغضي يطرق رأسه دائما حياء من الله سبحانه وتعالى. أنت أيضا حط رأسك دائما، انظر إلى الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماوات العلوية، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، فنحن أولى بذلك منه صلى الله عليه وسلم أن نحط رؤوسنا في الأرض. حط رأسك، انظر إلى الأرض حياء من الله وحياء من عباد الله الصالحين، واستغفر بلا سبب، استغفر ربك وإن لم تر سببا لذلك الاستغفار. حتى إن الأولياء الصالحين يقولون: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. الذي يقول لا ذنب عندي يقال له وجودك ذنب لا يقاس به ذنب، لأن وجودك هذا هو الذي جعلك لا ترى لنفسك ذنبا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس يعني العاقل
الكيس من دان نفسه أي اتهمها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز هو الذي لا يرى لنفسه ذنبا، والكيس هو الذي يرى أن نفسه مليئة بالذنوب، مليئة بالتقصير في جنب الله، مليئة بالغفلة عن ذكر الله. يقول استغفر بلا سبب، يعني أدم الاستغفار وإن لم تجد له سببا ظاهرا، فأسبابه كثيرة في الباطن. وقف على قدم الإنصاف معتذرا، قف على قدم الإنصاف، أنصف جميع الخلق منك ولا تطلب أن تنتصف من أحد. يعني اجعل كل الناس لهم لديك حقوق وأنت لا حق لك على أحد. هذا هو السلوك السوي، أن لا ترى لنفسك حقا عند أحد، وأن ترى لجميع الناس عندك حقوقا كثيرة لا تستطيع أن تقوم بها. عندئذ أنت تنصف الناس منك ولا تطلب الانتصاف من أحد. نعم، لأنك لا تعامل الخلق على أنهم خلق، على أنهم أمثال لك، وإنما تعاملهم على أنهم عباد لله يغار الله عز وجل عليهم. وخاصة أنت لا تعلم الذي بينهم وبين خالقهم سبحانه وتعالى، وأنت على يقين بما أنت فيه من تقصير ومن غفلة ومن تفريط ومن إفراط. إذن حط رأسك واستغفر دائما، وإن لم تر لذلك الاستغفار سببا. وقف على قدم الإنصاف، أن تنصف جميع الناس بل جميع الخلق منك، وتعتذر للجميع وإن لم يصدر منك شيء يقتضي ويستلزم ذلك الاعتذار. Nah. Jadi wahud ra'saka, dan tundukkanlah kepadamu. Maksudnya tunduklah, sentiasalah banyak melihat ke atas bumi. Biarlah kita sentiasa tunduk ke bumi, kepala kita merendah diri, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Farazdaq menceritakan keadaan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu ardah. Disebutkan yurdi hayaan, yang mana sentiasa tunduk kepada Allah Ta'ala, tapi orang segan kepada dia, tapi dia sendiri segan. Begitulah juga baginda Nabi SAW lebih banyak melihat ke pandangan baginda ke atas permukaan bumi, itu lebih banyak daripada pandangan baginda ke langit. Maka tunduklah sentiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfir bila sababin, dan hendaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah walaupun tidak ada sebab. Sebab apa? Sebab kita orang yang benar, orang yang cerdik, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia tidak pernah merasa dirinya sempurna. Bahkan dia melihat mandana nafsahu, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cerdik yang sebenarnya dia menghitung dirinya. Kata Syekh, maksud dana nafsahu ittahama nafsahu. Orang yang sentiasa menuduh, bersangka buruk dengan nafsu dia sendiri. Dia merasa dirinya serba kurang, dia merasa dirinya serba lemah, maka dia berasa dirinya banyak punya kesalahan. Maka kerana itulah, kalau sekalipun kita tak tahu bahawasanya kita ni ada punya dosa ataupun tidak, hendaklah kita sentiasa melazimi istighfar, hendaklah kita sentiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kata saya tak punya dosa, tak ada dosa, maka ketahuilah, kata ulama, keadaan kamu tu sendiri, kewujudan kamu tu sendiri satu dosa. Sebab kita nampak diri kita tu, kita nampak nafsu kita pada ketika itu, itulah yang menghalang kita daripada melihat sebab-sebab dosa yang ada dalam diri kita. Ada terhijab yang menyebabkan kita tak nampak diri kita sendiri, kita tak nampak dosa kita. Mana itulah wujuduka dzambun, keberadaan kamu, adanya nafsu kamu itu ialah nafsu, itulah dosa. Waqif ala qadamil insaf, dan berdirilah dengan insaf. Maksud insaf di sini ialah kita daripada manusia tu, kita biarlah manusia boleh menuntut hak daripada kita, tapi kita tidak menuntut hak daripada manusia. Maknanya kita insaf bukan makna kita nak menuntut hak kita, tak. Hak manusia ke atas kita, kita tak mampu nak tunaikan.
hak manusia ke atas kita, kita tak mampu tunai, maka tak ada masa untuk kita nak menuntut kita orang tu buat begitu pada saya, orang tu buat tidak. Kita sendiri banyak merasakan diri kita banyak kesalahan, maka kita mu'tadiran, maka kita sentiasa berasakan diri kita lemah dan kita berasa cuai dan kita memohon keampunan dan minta maaf daripada manusia sebab memang kita dalam keadaan lemah pada setiap masa. Maka kita duduk dalam keadaan insaf, kita meletakkan hak manusia ke atas kita banyak, dan inilah sifat-sifat orang soleh. Dan juga dia hanya memikirkan tentang orang lain, dan orang lain tu dia tidak menuntut hak orang lain pada diri dia. وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى. يقول إن ظهر منك عيب اعتذر، أتبع هذا العيب بالاعتذار مباشرة، أتبعه مباشرة بالاعتذار. وأقم وجه اعتذارك يعني قل يا ربي أنا فعلت كذا سامحني، يا ربي قل لربك اجعل هذا الاعتذار بينك وبين ربك. قل يا ربي أنا قصرت في حقك، أنا قصرت في جنبك، أنا غفلت عن ذكرك، أنا لم أقم بما ينبغي أن أقوم به في حضرتك، يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اصفح عني. وجه اعتذارك عما فيك منك جرى، هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من العبد. وإذا جرى ذلك العيب في حق السادة الذين أنت تصحبهم تودد إليهم وتمرغ على أعتابهم وتملق إليهم، لأن التملق إليهم تملق لله سبحانه وتعالى لا للدنيا، فالله عز وجل يحب منك ذلك. وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى. Naam. Jadi sekiranya terselah, sekiranya zahirlah daripada kamu itu sesuatu keaiban, fa'tadir. Fa'tadir makna minta maaf, minta ampunlah. Minta ampunlah mubasyaratan, makna segera kita minta ampun. Pertamanya kalau kita buat kesalahan dengan Allah Ta'ala, jangan bertangguh. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga wa aqim wajha i'tidzarika, dan kita sebutkan jalan kelemahan kita, apakah sebab kita mengaku di hadapan Allah, ya Allah aku buat begitu, ya Allah aku buat begini, ya Allah aku cuai pada hakmu, ya Allah aku memohon ampun kepada Allah. Mana di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan bertangguh. Mana jangan bertangguh, kita minta mohon ampun kepada Allah segera. Dan juga kita mengaku ikrar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehalal. Itu kalau dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana pula dengan orang-orang soleh, ahlullah, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dekatilah mereka, minta ampunlah pada mereka. Kalau bahasa yang disebutkan oleh Syekh tadi, mana letakkan muka kita di hadapan pintu-pintu mereka, dan mohonlah, sebab kita mendekati mereka itu mendekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan keredaan mereka itu mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sama juga keadaannya kita. Jadi kita mohon ampun pada mereka itu sebenarnya lillah, bukan untuk dunia, bukan untuk nafsu, bukan untuk kepentingan, tapi sebenarnya kita mohon ampun ialah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qul ubaidukum awla bi safhikum فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء. قل لهم أنا لست عبد، أنا عبيد صغير. العبد هذا تعني الخادم وتعني المملوك. أنا خادم خويدم لكم، أنا مملوك صغير لكم، تفعلون بي ما تريدون، سامحوني، لا أستطيع أن أقوم بحقكم كما ينبغي. وخذوا بالرفق يا فقراء، ارفقوا بي لأنني ضعيف، أنا ضعيف وأنا عاجز وأنا جاهل. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لقومه حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام بهذه الخصلة وهي الجهل. قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا عاجز، أنا قليل، أنا منكسر، خذوني بالرفق، ارفقوا بي لأنني لا أتحمل قطيعتكم، لا أتحمل هجركم، لا أتحمل صدكم، لا أتحمل طردكم. قال أحد المريدين وقد نهره شيخه لأنه بدا منه شيء، قال يا شيخي افعل بي ما تريد إلا شيئا واحدا لا تفعله بي. قال وما هو؟
قال لا تقل هذا فراق بيني وبينك، لا تقل هذا فراق بيني وبينك، لكن افعل بي ما شئت مما تراه فيه المصلحة لي، فأنا لا أعلم مصلحتي، أنت الذي تعلم مصلحتي. نعم. وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقراء. Dan katakanlah, mana kita dalam kita memohon ampun kepada para ulama ataupun para awliya ini, ubaidukum, kami ini hamba-hamba kalian, mana khadam-khadam kalian. Benarnya khadam tu besar dah, tapi dia guna bahasa khuwaidim atau ubaidukum, maknanya kami ni pelayan kecil saja, pelayan kecil bagi kalian. Dia kata maka paling patut untuk mendapat kemaafan kalian, paling patut untuk mendapat kemaafan daripada kalian, maka fasamihu, maka maafkanlah kami, wa khudhu birrifqi, dan ambillah kami, mana ambillah kesalahan kami itu dengan lemah lembut. Kenapa? Li'annani dhaif, kerana kita ini seorang yang lemah, dan kerana kita ini ajiz, kerana kita ini dhaif, lemah, dan juga jahil, lagi jahil. Bahkan Nabi kita SAW, apabila orang kafir buat macam-macam kepada baginda SAW, baginda yang membuat alasan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah bagi kaum aku kerana mereka tak tahu. Jadi tak tahu tu alasan. Maka begitu juga kita, bila kita memohon ampun, kita sebutlah bahawasanya kita ni tidak mampu. Khudhu birrifqi ya fuqara, wahai para awliya, wahai orang soleh, janganlah buatlah apa pun padaku, janganlah putuskan bahagian kami daripada kamu, sebab kami tidak mampu untuk berenggang. Jadi kata seorang ulama dulu, seorang murid, bila dia dimarahi oleh guru dia buat salah daripada di hadapan guru dia, maka gurunya marah dan gurunya buat hukum dia, maka dia kata kepada guru dia, wahai guruku, buatlah semua perkara yang kamu lihat perlu buat padaku, cuma satu saja minta jangan buat. Apa dia kata guru dia? Jangan sebut kepada saya hadza firaqu baini wa bainakum. Jangan sebut seperti mana perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Khidir sebut kepada Nabi Musa, hadza firaqu baini, mana kamu tak boleh dah duduk dengan aku, kamu tak boleh dah bersama dengan aku. Hak Nisa jangan. Hak Nisa, hak lain kami terima belaka. Kamu nak didik, nak buat apa belaka, sebab kami tak tahu apa maslahat bagi kami. Apa kami ni ibarat hamba ataupun pelayan khadam bagi kalian, maka kalianlah buatlah pada kami apa yang kalian nak, maka untuk kebaikan kami. Ini zaman dulu ni. ulama dulu. Naam. في هذا البيت الآتي يبشر سيدي أبو مدين المريد بأن هؤلاء الفقراء هم أهل تفضل وأهل تكرم وأهل رحمة وأهل رأفة، أهل شفقة، أهل عطف، أهل لطف، أهل لين. يقول هم بالتفضل أولى، سوف يتفضلون عليك، ويبشرك بأن كل ما تطلبه منهم من الصفح والسماح وألا يؤاخذوك هذا سوف يعطونك إياه. هم بالتفضل أولى، بل هو شيمتهم، هذا وصفهم، هذا شأنهم، هذه طبيعتهم، هم أهل تفضل. ولذلك لا تخف منهم دركا، لا تخف أن يدركك منهم سوء، ولا تخف أن يلحقك ضرر منهم، لأنهم أهل رحمة. هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولياء الصالحون نالوا، كما يقول مولانا الشيخ صالح الجعفري، يقول والأولياء الصالحون نالوا كرامة الإرث كما قد قالوا، فورثوا المختار في الأقوال ثم الكرامات من الفعال. هم يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا، وهل كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الرحمة؟ الله إنه في رحمة. قال الله تعالى له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم ورثة النبي، فهم أهل رحمة، لذلك هم بالتفضل أولى، سوف يعطونك كل ما تطلبه منهم، بل هو شيمتهم. هذا التفضل، العطاء، السخاء، البذل، الإنفاق، من هذه الصفات الحسنة، هذا شيمتهم، هذا طبعهم، هذا وصفهم، هذا وصفهم مع كل الناس.
فما بالك معك أنت وأنت مصاحب وملازم ومجالس لهم وأنت ابنهم ومريدهم وتلميذهم وعبيدهم وخويدمهم، أنت أحق بذلك. هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم، فلا تخف دركا منهم ولا ضرر، لا تخف أي ضرر يأتي منهم ولا أي سوء يأتي منهم. نعم. Jadi hum bitafadduli, mereka para fuqara itu orang yang paling patut dan paling benar dalam memberikan kebaikan dan memaafkan bagi kita. Jadi ini dalam bait ini kata Syekh Sidi Abu Madian nak memberi khabar berita gembira kepada orang yang memohon ampun, meminta maaf kepada orang-orang soleh. Kenapa? Pasti akan dimaafkan. Pasti akan dimaafkan kerana mereka itu memang punya kesudian yang sangat tinggi. Kerana mereka itu wahwa syimatuhum, dan itulah sifat mereka, sifat orang-orang soleh itu, mereka menerima kemaafan dan mereka memaafkan manusia. Fala takhaf darakan, maka janganlah kamu takut apa jua keburukan daripada mereka. Kalau kita buat apa-apa kesalahan pada mereka, maka kita minta maaf dan jangan bimbang, mereka pasti akan memaafkan. Wala darara, jangan bimbang kemudaratan daripada mereka. Kenapa? Sebab mereka itu ahlu rahmah. Mereka itu para wali, para salihin, mereka itu ahli rahmah, wa warathatul anbiya, dan mewarisi para darjat para nabi. Maka mereka itu sebagaimana disebut oleh Syekh Saleh Ja'fari, nalu karamatal irthi, mereka mendapat karamah warisan daripada baginda Nabi SAW. Mereka mewarisi halan wa maqalan, perkataan daripada Nabi dan juga hal ehwal Nabi. Mereka